هاي جايز، قبل لا نبدي بالفيلم والمضرطه وما اعرف شنو، خل اتفق وياكم اتفاق. هذا الفيديو اشوف فيه تفاعل وتنشروه لايكات ومشتركات وما اعرف شنو وتسووا لي وهس انبهر بحيث اجي اقول هاي شنو المشاهدات، استمر بالنشر ونرجع مثل قبل حبايب. اشوف لا والله 100 وواحد دايس لايك وواحد كاتب جوه وين كنت هاي سوالف لي على صفحه. تفاعلوا بالفيديو خليه يصعد حتى انا يصير لي وهس، حتى قاعد احضر لكم الفيلم الثاني. المخرج حبيبي ادخل بينا على الفيلم. تخيل حبيب قلبي انك تعيش بزمن يعدمون بيه الطلاب اذا رسبوا بالامتحان، بحيث تقوم تترحم على الكتل مال جيل الطيبين، صوندات ونعل وبوكسات وما اعرف شنو، تقوم تقول يا با شلون كان كتل مال اوادم. وهسه خلوني احكي لكم قصه هذا الفيلم. بسنه 2039 تصير كثافه سكانيه عاليه جدا وتزيد عن الحد الطبيعي، فلازم يقللون هاي الكثافه السكانيه باي وسيله، فيصدر قرار تمضرط يا حبيب قلبي من الامم المتحده انه كل دوله لازم تخفض من عدد سكانها 5%. والطريقه كالاتي، انه كل سنه بالامتحانات النهائيه اي طالب ما ينجح من الدور الاول يشتعل الغالي مالته قبل اعدام. وطريقه الاعدام تكون عن طريقه ابره سامه، يعني ما يتعبوك واعدام وشل، يعني يضربوك الابره منها تلقى روحك بالبرزخ، وهيك راح يقدرون يقللون الكثافه السكانيه. ويروح بينا المشهد على طالبه جامعيه اسمها لينا، قاعده تدرس طالب بعد بالثانويه اسمه سايمون. وهذا الطالب حبيب قلبي يعاني من الغباء المفرط بحل المعادلات الرياضيه، بس بما انه احنا بسنه 2035 فاكيد الغش صاير بيه تطور مو طبيعي، بحيث انطت عدسه وقالت له البسها بعينك وراح تقدر تحل كل المعادلات. جماعه السادس والامتحانات حاليا هاي العدسه يعني يشتروها ب1,000,000 $. المهم يروح بينا المشهد على واحد يعني مبين ملطلط، وفعلا طلع ملطلط لين ابوه المحافظ مال المدينه. المهم يروح يقابل صاحبته بالسياره ويقعدون يسولفون على الامتحانات، وصاحبته قالت له بليك انا خايفه لا ارسب ويعدموني، بس بليك قال لها لا تخافين صدق كذب، انا احكي ويا ابويا ويخليهم ينجحوك غصبا ما عليهم. وفجاه يجي المساعد مال ابو بليك ويقول له تعال ابوك رايدك بالمكتب اليوم يسلق المذهب مالتك. اجانب حبايب قلبي ما عندهم لا مذهب ولا يعني لا احد يقول لي قاعد تكفر وما ادري شنو. فيروح يدخل على ابوه للمكتب فيقول له ابني وتالي وياك ويا هالمضرطه، ايش وقت تبطل هاي اللقلقه مالتك وتقعد تقرا وراك امتحان باكر. واجا يوم الامتحان وهنا يكرم المرء او يوهان. لا يوهان شنو؟ لا حبيب قلبي ما يوهان، ينصلخ بابره ماكو. وما احكي لكم حبايب قلبي المدارس عبالك سجون مو مدارس، كلها شرطه وحراسه مشدده وكاميرات والدنيا مقلوبه، ويبدون يفتشون بالطلاب. المهم حبيب قلبي لقوا واحد غاش على ايده بالحبر السحري، اليوم يحرقون الغالي مالتك. المهم حبايب قلبي هو قبل شالها بركضه يريد يطفر بعد لكفوه يروح الاعدام قبل، بس لمن ما قصروا وياه ذبوا عليه شبكه وما ادري شنو صادوا. وتقدرون تقرون الفاتحه على روح اخونا الطالب الشهيد، لان اعدام قبل يعني حتى ما خلوه يمتحن ويجرب حظه، لا قبل اعدام. ما يصدقون على الله واحد يسوي له شغله حتى قبل يعدموه. ونروح للصفوف ونشوف الطلاب قاعدين بالقاعه معارقين والدنيا مشتعله، والمدرس قاعد يحكي ويقول لهم ماكو داعي نقول لكم اللي نلقفه يغش ايش راح نسوي له. وبدا الامتحان حبيب قلبي، وطبعا ماكو اوراق كله ايبادات، ويبدون الطلاب يحلون بالاسئله. المهم بعد ما خلصوا الامتحان التصحيح يكون بنفس اللحظه، يعني ماكو تروح للبيت وتاخذ راحتك واذا طلعت راسب تخابر المدرس ويمشي لك اياها، ماكو السوالف، بنفس اللحظه التصليح، لو ترجع لبيتكم لو تصل خبره واحده من عندهن. المهم يبدي المدرس يذيع باسماء الطلاب اللي رسبوا بالامتحان، وما احكي لكم شنو الخوف بين الطلاب لان الموضوع ما بيشقه، اي طالب كان يسمع اسمه ياخذوه الامن يعدموه، بحيث اكو طالب حبيب قلبي سمع اسمه وراد يطفر لزموه الامن شفصوا بمصارينه. المهم حبيبه بليك ابن المحافظ صاحه واسمها راسبه، اويلي يابا، وما احكي لكم قبت العيطه وقالت لهذا بليك حبيبها لك خابر ابوك خرب شرفك، فهو قام وخابر ابوه قال له خابرهم لا تخليهم يعدمون صاحبتي، فقال ليش ما تاكل خيره وتنشب، القانون فوق الجميع. وهو من سمع هيك حبيب قلبي راح يركض على الامن وصارت دق ملاطم هو وياهم. المهم حاول يهربها من عندهم وطفرها وقال لها انهزمي من المدرسه بسرعه، بس هي مو مدرسه سجن من يقدر يطفر من عندها. فرجعوا ولزموها، والله يرحمها كانت خوش بنيه صراحه. هذا الموضوع بعبره انك تقرا وتجتهد وتعتمد على نفسك. هاي قدامكم البارح بالسياره قال لها ابويا نجحت، اليوم دق بها الناقصه راحت انعدمت. وبعد سنه من هذا الامتحان يكون باقي 24 ساعه على الامتحان مال السنه الجديده، ونشوف لينا قاعده تدرس اختها الصغيره اللي اسمها جودي وتقول لها لا تخافين ترى هي شكت ابره يعني ماكو شيء يخوف. المهم حبيب قلبي بهذا الوقت وصلت المدرسه اسمها ست فاتن، وتكون هاي المدرسه الخاصه مال جودي. فلينا تقول لها انا خايفه على اختي لا ترسب وما اعرف شنو تنصل خبره، بس المدرسه قالت لها لا تخافي ما دام فلوس الخصوصي كامله انا انجحها. وهنا نستنتج استنتاج اخر اعزائي المشاهدين، تدفع فلوس الخصوصي تدرس خصوصي تنجح، ما تدفع فلوس الخصوصي ما تدرس خصوصي تاكل خرا وتظل بنفس الصف طول عمرك. ويروح بينا المشهد حبيب قلبي على بلك ابن المحافظ ونشوفه قاعد يدق شناو وحالف الا يرسب روحه هاي السنه وينعدم، يعني بعناد ابوه لان ما نقد حبيبته اللي ماتت، فقال له والله لا انعدم هاي السنه. حبيب قلبي انا كنت بوقتها اتذكر يعني عمود 5 درجات اقول للمدرس جماعتي وين ضامين الجقاير وين ضامين الموبايلات، وصدق تحجته. ويجي يوم الامتحان ونشوف لينا رايحه توصل اختها جودي للامتحان، وتروح هي
القاعه مالتها لان هي هم عندها امتحان. يعني هو الشعب كله بهاي السنه تقريبا 3/4 ينعدم لان كلها امتحانات ابتدائيه ومتوسطه واعداديه وجامعه، ومثل السنه السابقه نشوف الطلاب كلهم متوترين ومعارقين والدنيا ما واحد راح ينعدم، يعني من حقه يصير بهاي الامور. بس بليك ابن المحافظ سوى اللي براسه وما جاوب وفعلا سقط بالامتحان. على العموم الموضوع وصل لابوه، ونشوف ابوه متعصب قبل الستار وقام يكسر بالكراسي والغراض، فلش البيت كله. وبما انه هو صاحب سلطه فيستغل هاي السلطه ويخابر على مدير الامتحانات اللي صراحه شكله ابدا ما يوحي انه هو مدير امتحانات. على العموم يقول له اريدك تنجح ابني باي طريقه، ان شاء الله تبدل درجاته بدرجات غير واحد ما اعرف شلون. وفعلا يبدلون درجاته ويا درجات لينا اللي جايبه عفاخه طيب كل المواد، فتجي رساله على الايباد انها تحضر روحها للاوبرا وانصدمت لان هي تدري بروحها مجاوبه جواب مو طبيعي. وحتى الطلاب البقيه انصدموا من عرفوا انه هي راسبه لان نصهم غاشين من عندها. خربوا ولد صدق. المهم اخذوها حتى يصلخوها الاوبرا طبعا، بس جت عليهم ست فاتن وقالت لهم معودين صدق كذب اكيد اكو شيء غلط، هاي كل سنه تطلع عفاء عندي، اصلا مرات انا ادخل يمها خصوصي شلون طلعتوها راسبه؟ فباوا عليها ابو الامن وقال الظاهر انت مشتهيت لك اوبرا، يعني اذا تريدين تعالي وياها. المهم حبيب قلبي هي وتحكي وياها انطتها هيك مفتاح الكتروني تفتح بيه الباب، يعني هذا المفتاح عند المدرسين يفتحون بيه البوب يفتحون بيه الحاسبات، شكو شيء ما ينفتح يفتحوا بهذا المفتاح. طنطت اياه حتى بعدين هي تدبر نفسها وتطفر. ونروح حبيب قلبي ونشوف بليك ابن المحافظ مصدوم وما مصدق انه هو نجح، لان اصلا هو يعرف روحه ما جاوب. بس صراحه بليك طلع شريف وعرف انه هم مبدلين درجاته بدرجات لينا، فقال لازم اروح انقذها. وفعلا راح لها وتضارب ويا الامن وطفى الكهرباء على كل الجامعه، والطلاب اللي المفروض ينعدمون استغلوا الفرصه وحاولوا يهربون بس ما قدروا، والامن سيطروا عليهم. بس لينا قدرت تطفر لان عندها المفتاح الالكتروني اللي انطت اياه ست فاتن. المهم المدير مال الامتحانات اجى عليهم قال لهم منو طفر؟ قالوا له لينا، هي الوحيده اللي قدرت تطفر لان عندها المفتاح مال المدرسين اللي يفتح كل الابواب. فقال لهم ربع ساعه القاها قدامي. وبالصدفه لينا هي قاعده تطفر لقت بليك جاي يريد يساعدها وقالها تعالي نطفر من ممرات التهويه. وبقوا فعلا يمشون بفتحات التهويه لحد ما وصلوا للمقر الرئيسي اللي بيه السيستم كله، لان هم يريدون يعرفون هل فعلا صار تلاعب بالدرجات لو شنو هالمضرطه. وطبعا الخبر بدا ينتشر بوسائل التواصل الاجتماعي انه الكهرباء انقطعت على المقر اللي بيه الامتحانات، واهالي الطلاب وقلبوا الدنيا لان ولدهم بعدهم بالمقر لازم يخلصون امتحاناتهم يلا يطلعون، يعني اللي يطلع واللي ينعدم الله وياه. المهم حبيب قلبي نشوف لينا وبليك بعدهم دا يمشون بفتحات التهويه، وفجاه بليك يوقع بالمسبح والكارثه طلع ما يعرف يسبح. يا حبيب قلبي ذبت زرق ورا وطلعته من المسبح، وراحوا لبسوا ملابس ثانيه ورجعوا لفتحات التهويه. المهم قدروا يوصلون لغرفه السيرفر الرئيسي بس شافوا الامن كلهم موجودين. وفجاه حبيب قلبي يوقع المفتاح من لينا بس الامن ما حسوا بالموضوع، فراحوا وراها على غرفه العلوم ما اعرف شنو حتى يجيبوا من عندها خيط او شيء او مغناطيس. ففعلا اخذوا حبل وخلوا بيه مغناطيس حتى يسحبون بيه المفتاح، بس الامن سمعهم وجه لاصت عليكم. فعلى السريع بليك صعد لينا قال لها طفري انتي وانا حبقى بالغرفه، وطاب له ابو الامن وتقريبا راد يسلق الغالي مالته، وتروح لينا المكان المفتاح حتى تسحبه. فعلا نزلت الحبل وشالت المفتاح، بس فجاه ابو الامن لزم ام المفتاح. بس اللي ما تعرفوا يا شباب انه هذا بليك قاتل ابو الامن اللي طب له للغرفه ولبس ملابسه، لان اذا تتذكرون هو كان يدق شناو قبل شويه، فيعني هو شويه قوي. المهم حبيب قلبي بلغه الحواجب قالها انه اني بليك وانطاها المفتاح، ما ادري شلون افتهمت ايش بالحواجب سواها ما اعرف صراحه. ونروح حبيب قلبي ونشوف زعيم العصابه اللي هو مدير الامتحانات، يعني اقل ما يقال على شكله انه هو زعيم عصابه، ما يعني مو مال مدير الامتحانات، ما واقفه السالفه. فقالوا تجيبوا لي المدرسين واريد اشوف منو يا قاد منهم منطي المفتاح مالته، اذا ما اصل خابره مال الزمايل اللي اعشركم بيه. المهم حبيب قلبي جوي كل المدرسين وياهم ست فاتن، شنو ما احكي لكم اجت خارطه ما يودهن هي طبعا لين حيقولها وين مفتاحك، والشغله ما بيها شقه قبل ابره وللقبر. قالت والله الشغله ما منها بعد، وراحت ملحست الواحد من الاساتذه وهو مثل المطي ما صدق، وما احكي لكم بخفه الايد سلتت من عند المفتاح مالته، وراحت وشوفته المدير الامتحانات ووقع بيها المدرس خطيه، وقعد يحلف لهم ما خلى احد ينحلف بيه عندهم اذا ما حلف بيه، بس ماكو فايده. قال له لا تحاول انزح خلي يصلخوك ابره. يا معودين والله مو اني والله ما اعرف مفتاحي وين، وهو قاعد يحلف حبيب قلبي صمه طبوكس على خشمه فرمت له دماغه. ونروح على لينا ونشوفها واصله للغرفه اللي بيها السيستم الرئيسي وشغلت الحاسبه اللي بيها النتائج مال الطلاب، بس للاسف لقيتهم حاطين باسورد. فخابرت على صديقها هاكر مال باسوردات دير بالكم منه شباب، وقالت له راح ادز لك الاكواد مال هاي الحاسبه، ما اعرف شلون يعني الاكواد يدز لها ويطب، يمكن فتحت له ديسكورد ما ادري. وفعلا حبيب قلبي قدر يطب وهكر لها الحاسبه ودخلت على النتائج ولقيت روحها جايبه 98%، وبليك ابن المحافظ جايب 15%. ما تطببوا للمرافق هاي 15%، مو تطببوا للجامعه. وبدت تدور بالدرجات مال السنين السابقه وتتفاجئ انه ايلي صديقتها اللي كانت صديقه ابن المحافظ اللي عند
عدموها كانت جايبه 88% خطيه، وعرفت انه المحافظ ابو بليك هو اللي يتحكم بهاي الدرجات، واي واحد عنده واسطه قويه ينجحوه ويرسبون واحد ببداله. المهم حبيب قلبي اخذت كل هاي البيانات اللي تدين المحافظ ودزتها لصديقها الهكر حتى ينشرها وينفضحون. وبهاي اللحظه حبيب قلبي الكهرباء تتصلح وترجع الكاميرات تشتغل، وشافوا لينا بالكاميرات ولزموها. لا خلينا نضربك اوبرا. ونشوف حبيب قلبي بليك اللي بعده متنكر بالزي مال الامن، دخل على الغرفه اللي بيها الطلاب اللي لازم ينعدمون. بليك يقول لواحد من الامن خليني اخذ هذول الطلاب حتى نعدمهم. طبعا هو يريد يطفرهم، بس ابو الامن ما قبل وقاب على بليك وصارت بالدونكيات هو وياه، فطبوا لهم الامن حبيب قلبي ولزموهم اثنيناتهم وشالوا القناع من بليك وعرفوا. ونشوف الهكر ماخذ البيانات وتواصل ويا واحد من الصحافه وقال له اليوم اخليك تصير ترند على كل المواقع. وما احكي لك حبيب قلبي الخبر انتشر بين كل القنوات، وعرفوا انه اكو فساد بهاي المؤسسه وانهم ينجحون ويرسبون بكيفهم. والمحافظ طبعا اكيد شاف الخبر فقال لهذا اللي وياه كلنا خرا لاصت علينا. المهم يسوي مؤتمر صحفي مفاجئ ويقول للناس اني ما ادري بكل هذا التمضرط اللي قاعد يصير، ومدير الامتحانات هو المسؤول على كل شيء، وحتى اثبت لكم انه اني ما لي علاقه خليهم يعدمون ابني دنا على ابوه لابو شرفه. وخابر على مدير الامتحانات وقال له لا تعدم لينا واعدم ابن بليك لان هو اللي ساقط وابن ساقط همات فاعدمه. فتفرح لينا من يقولوا لها انه هي ما راح تنعدم، وتروح على بليك وتشكره لان ساعدها وخلاها تظهر الحقيقه. المهم ياخذون الطلاب واحد ورا الثاني ويصلخوهم بالاوبرا المميته، وبعد ما ضربوهم اوبر اخذوا جثثهم ونزلوا بيهم جوا الارض. وفجاه نشوف بليك يفتح عيونه ونعرف انه هاي الاوبرا اللي ياخذوها هي مجرد اوبر مخدره لا اكثر. فبليك من فتح عينه شاف بنيه قاعد تشتغل بهذا المصنع اللي جوا القاع، وتفاجئ انه هي حبيبته ايلي وبعدها عايشه وصار لها سنه تدق مثل الزمال بهذا المصنع. فنعرف حبايب قلبي انه كل الطلاب الفشله اللي المفروض عدموهم هم يجيبوهم المصانع جوا القاع ويستعبدوهم ويخلوهم ليل ونهار يدقون مثل الزمايل بدون راتب. ليش؟ حتى الدوله تستفاد انتاجيه هواي بدون رواتب. تقول لك ليش اعدمهم؟ استفاد من عندهم يدقون شغل ببلاش. وبس والله اتمنى عجبكم الفيلم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه تدعمونا وما سووا لي واهس، سووا لي واهس اشوف واهس وتفاعل على هذا الفيلم، انشر بعد فيديوهات. ما اشوف تفاعل وما ادري شنو في مال لا شباب وبعد ما حد يشوفني. يلا